يا صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده بقى هنعمل كيكة شوكولاتة، حاجة كده بجد تحفة، تقولي عليها تورتة. تمام. لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. مكوناتنا بسيطة جدا وفيها توفير طبعا. انا هعمل 2 كيكة. معانا كوباية لبن، ومعانا كوباية مية دافية، ومعانا كوباية زيت، ومعانا 4 بيضات و4 معالق سمنة، ومعانا 2 كيس فانيليا و2 بيكنج باودر، ومعانا 4 كوبايات سكر. الاتنين اللي قدام دول كوبايتين سكر، واللي ورا بمقام الكوبايتين. ومعانا علبة كاكاو خام دريم، هنعمل منها الاتنين صينية، وهنعمل منها صوص الشوكولاتة اللي على الوش. تيجي بقى دلوقتي نحط الخليط بتاعنا كله في الخلاط. هنحط كوباية المية الدافية، ما تكونش يعني سخنة، تكون دافية كده زي دمعة العين. وهنحط كوباية الزيت وكوباية اللبن. لو ما فيش سمنة ممكن تحطي كوبايتين زيت. وبعد كده هنحط السكر، وبرده السكر ده حسب ما انتي ما تكوني عايزة، لكن انا بحب اعمل لكل صينية 2 كوباية سكر. انتي بقى حابة السكر يكون اقل، ممكن تعملي لكل صينية كوباية سكر واحدة بس. وبعد كده هنحط ال4 معالق سمنة، وهنحط ال4 بيضات. بجد طعمها تحفة جدا وحلوة جدا طبعا للمناسبات. انا بالنسبة لي كانت احلى من التورتة. هي كيكة مش عادية، لان انا مش مكترة في الدقيق، لان انت كل ما تكتري في الدقيق الكيكة تحس ان هي طعمها من جوه كده، يعني تحس ان هي يعني كيكة، مش عارفة اقول ايه، يعني كيكة عادية من الاخر. لكن دي انا كنت مكترة فيها الشوكولاتة اللي هي الكاكاو، عاملة كوباية بحالها، فتحس ان هي طعمها من جوه كده شوكولاتة، عاملة زي الكيكة الهوهوز. تورتة طعمها تحفة. جربيها بجد، يعني حاولي على قد ما تقدري تقللي في الدقيق وتكتري شوية في الكاكاو. انا عاملة بالظبط كده، يعني كيس الدقيق دوت عمل معايا صينيتين كيك اللي هما اللي عملناهم دلوقتي كده بالشوكولاتة. ونص كيس الدقيق كنت عاملة منه كيكة التفاح اللي انا كنت مصوراها من الفيديو بتاع قبل كده. طبعا انتوا عارفين كيكة التفاح كنت مطلعة صينية و2 قالب، عملوا معايا نص كيس الدقيق. ونص كيس الدقيق دوت عمل معايا الصينيتين اللي انت شايفاه. يعني انا ما كترتش في الدقيق، والحاجة بجد طلعت معايا تحفة، أحلى من التورت بتاعت بره. عملنا طبعا الدقيق نخلناه كويس جدا، وحطينا كوباية كاكاو وذرة ملح وكيس بيكنج باودر وكيس فانيليا. قلبنا المكونات الجافة كلها مع بعضها، وبعد كده طبعا خلطنا الحاجات السايلة. وهنزل بالخليط بتاعي كده وهقلب. والخليط بتاع الكيكة ديت ما بيبقاش خفيف، هوريكي دلوقتي. هو بيبقى ماسك يعني شوية كده، علشان بصي كله شوكولاتة. دهنا بقى الورق الزبدة عشان اعرف اطلع صينية الكيكة كده من الجناب. تمام. وبعد كده طبعا عملنا صوص الشوكولاتة، مفيش اسهل من كده. مش هنجيب شوكولاتة من بره ولا اي حاجة. طبعا بصي انا بوريك اهو، مش خفيف بجد، طعمها كانت حكاية بجد والله. بعد كده طبعا كنت مشغلة الفرن، يعني حاولي على قد ما تقدري. بصي انا كده خبطتها اهو عشان ما فيش فيه اي هواء او اي تفرغات. ودي الصينية التانية اللي احنا عملناها. بصوا ما شاء الله، كمية الدقيق اللي انا عملتها، نص كيلو دقيق عمل معايا 2 صينية. بقيت الكاكاو بقى حطيته في الكازرولة، وحطيت 3 معالق نشا. وبعد كده هحط كوباية سكر. السكر ده برضو حسب ما انتي ما تكوني عايزة. انا بعمل كوباية سكر، وبعد كده هحط بقى كوباية لبن وكوباية مية. طب قد ايه كوباية لبن؟ اللي هي الصغيرة زي اللي هي بتاعت الشاي ديت. مفيش لبن ممكن تحطي كوبايتين مية. وبعد كده اول ما طفيت حطيت 4 معالق زيت، وقلبتها
وطبعا فضلت واقفة كده على النار لحد ما تقلت معايا بايه، بالشكل ده. هوريكي دلوقتي اول ما تقلت معايا فضلت واقفة عليها لحد ما تقلت معايا زي ما انت شايفة كده. بصي حطيت بقى في الاخر مجرد ما طفيت 4 معالق زيت او معلقة سمنة واحدة كده، وهقلب واسيبها تهدى على جنب شوية تبرد خالص، وبعد كده هنزلها على الكيكة بتاعتي. اسيبها بقى تمسك نفسها كده، احطها في التلاجة بتاع 10 دقايق، وبعد كده اقطعها واقدمها. كده عملنا صوص الشوكولاتة بعلبة كاكاو، وعملنا صينيتين كيكة بنفس علبة الكاكاو ديت. بجد كل ما انتي ما تجيبي كاكاو اللي هو الخام دوت، تجيبي حاجة نضيفة. انا دايما بستعمل اللي هو الكاكاو الدريم ده، بيبقى طعمه حلو جدا في الحلويات، وبيديكي طعم الشوكولاتة كده طعمها حلوة. لكن هتسترخصي بقى وتجيبي شوكولاتة سايبة او اللي هو كاكاو سايب، يعني في كاكاو سايب بيبقى طبعا نوع نضيف بس غالي شوية. لو هتسترخصي اعرفي ان الكيكة بتاعتك هتطلع طعمها مش حلو. علبة الكاكاو ديت كلها على بعضها ب35 جنيه، وعملت لي طبعا صوص شوكولاتة، وعملت لي صينيتين كيكة، يعني فيها توفير اهو. بجد تحفة تحفة. وبصي عالية ازاي ما شاء الله، وبجد يعني اسفنجية من جوه. وطبعا احنا مش مكترين في الدقيق، فتحسي ان انت كده بتاكلي حاجة كده شوكولاتة. بصي تحسي ان حتة شوكولاتة على حتة كيكهات، حاجة كده بجد وهم. طعمها تحفة. ممكن تعمليها بقى للولاد في اي طبعا مناسبة. وطبعا في طبعا ممكن نزينها بقى على الوش كده ببسكوت الاوريو، ممكن نمسكه كده نكسره ونرشه كده على الوش. بصي تحفة. ما تنسينيش بالاشتراك وباللايك، ببسط جدا زي ما انا انبسطت كده بشوية المعلومات الحلوة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.